شهدت مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وإنتر ميلان في سان سيرو اعتراض المدافع جول كوندي على قرار مدربه هانز فليك بإشراك روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق الأخيرة. ووفقا لبرنامج بارسا ريسيرفات على إذاعة راديو كاتالونيا، خلال اللقاء أبدى كوندي استياءه من قرار فليك بالدفع بليفاندوفسكي في الوقت بدل الضائع، معتبراً أن المهاجم البولندي لم يكن جاهزاً للمشاركة بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة العضلية، حيث قال: لا أعرف لماذا يلعب ليفاندوفسكي، لم يكن عليه أن يلعب وهو في هذه الحالة. وبالفعل ظهر ليفاندوفسكي بشكل باهت في الوقت الإضافي، حيث لم ينجح في خلق أي فرصة تهديفية واضحة. ولم يتوقف الاستياء عند كوندي، فقد غادر رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا ملعب سان سيرو منزعجا مما وصفه بتعامل غير لائق من جانب إنتر ميلان. ووفقا للبرنامج الإذاعي، جلس لابورتا وأعضاء مجلس الإدارة في مدرجات الملعب بين جماهير الإنتر بدلا من مقصورة مغلقة، مما جعلهم عرضة لهتافات مسيئة من مشجعي الفريق الإيطالي. وفي خبر آخر، أعلن المدرب الإسباني تشابي ألونسو رحيله عن تدريب باير ليفركوزن بعد عامين ونصف قضاها مع الفريق الألماني، وسط تقارير تشير إلى اقترابه من تولي القيادة الفنية لريال مدريد. وخلال مؤتمر صحفي عقده قبل مواجهة بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، صرح ألونسو قائلاً: لقد اتفقت مع النادي على المغادرة، ونعتقد أن الوقت قد حان للرحيل، وكان اليوم هو اللحظة المناسبة للإعلان عن ذلك. وأضاف: ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن المستقبل، نريد وداعاً جميلاً يوم الأحد هنا، أشعر بمزيج من المشاعر، لقد حققنا الكثير معاً، ولا تزال أمامي مباراتان عاطفيتان للغاية. وأشاد ألونسو بالفترة التي قضاها مع الفريق الألماني، واصفاً إياها بالرحلة الجميلة والمهمة، وقال: كرة القدم والحياة تتعلقان بالعثور على التوقيت المناسب، وهذا ما سعيت إليه. أردنا أن يكون الوداع بهذه الطريقة، خاصة بعد هذه الفترة الطويلة والمميزة. وفي خبر آخر، يواجه البرازيلي رودريغو نجم ريال مدريد مستقبلا غير واضح مع اقتراب نهاية الموسم الحالي، في ظل تراجع مستواه ومساهماته التهديفية، مما جعله مرشحا لمغادرة النادي الملكي. ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، وضع نادي أرسنال اللاعب على رأس أولوياته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث بدأت إدارة النادي اللندني محادثات مع وكلاء رودريغو لمناقشة إمكانية ضمه. ولا يقتصر الاهتمام على أرسنال فقط، إذ أبدى كل من ليفربول ومانشستر سيتي رغبة في الحصول على خدمات الدولي البرازيلي. ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه رودريغو خطر فقدان مكانه الأساسي في تشكيلة ريال مدريد، خاصة مع تألق الشاب أردا جولر في المباريات الأخيرة.